السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في قناتكم أكلة ماما. اللي احنا شايفينه ده يا جماعة مش صينية مكرونة بالبشاميل ولا حاجة، دي صينية بتنجان في الفرن. بس حاجة كده وهم طعمها حكاية، شكلها بس كده بيتكلم عن نفسه، حاجة كده تفتح النفس. أحلى حاجة فيها إن مكوناتها سهلة وبسيطة، من غير لحوم، من غير أي مكونات خزعبلية، حاجات كده سهلة وبسيطة جدا. عبارة عن بتنجان بس وخضار. عشان أعمل بقى الوصفة الرهيبة دي انا محتاجة 3 حبات من البتنجان. هبتدي بقى ان انا هقشر اجزاء منهم او اجزاء لا، بحيث ان هو يديني كده شكل لطيف، واقطعها مكعبات. حجم المكعبات يرجع ليكم، ممكن تصغروها ممكن تكبروها براحتكم خالص. بعد بقى ما خلصت الكمية كلها نقعتها في مية فيها معلقتين من الملح. عايزاها تنزل السوائل ولونها ما يسمرش، وفي نفس الوقت ما تشربش زيوت وهي بتتحمر. على بقى ما تتنقع شوية قطعت الخضار بتاعها، قطعت فلفل الوان، قطعت فلفل حامي، قطعت بصل. وفي طاسة بقى سخنة كده على النار ابتديت بقى انزل بأول حاجة معايا. طبعا حطيت 5 معالق من الزيت، وابتديت بقى انزل بالبصل بتاعي. اول ما البصل بتاعي ابتدى كده يدبل وريحته تطلع، نزلت بقى عليه بالفلفل بتاعي. دبلت الفلفل شوية، وبعدين نزلت بقى ب5 فصوص كده محترمين من التوم. طبعا التوم مع البتنجان يعني حاجة بتبقى حلوة قوي. قلبت بقى الخضار كده، كل حاجة بقى تتجانس كده مع بعضها. عايزة اقول لكم بقى ان انا بقلبها ريحتها بجد خطير، ريحة الخضار لوحده خطير. بعد بقى ما قلبت الخضار بتاعي كده ودبل، نزلت عليه بالبتنجان بعد ما صفيناه وخد كده تشويحة محترمة. ونزلت بقى عليه بطماطمتين كده حلوين متقطعين برضو مكعبات صغيرة، معلقة كبيرة من الصلصة، وده اختياري. وكمان نزلت بقى ببابريكا وملح وكزبرة جافة، كمون، فلفل اسود. قلبت بقى كده المكونات كلها مع بعض، واديتها حوالي من ربع لنص كوباية من المية المغلية عشان تساعدها ان هي تستوي كويس. وغطيتها تستوي بقى بالبخار. وبعدين بقى في صينية كده حطيت المكونات بتاعتي، وعليهم بقى رشة كده محترمة من الجبنة الموتزاريلا. وهدخل بقى الصينية دي الفرن تكمل سوا كده وتاخد لون، والجبنة تعمل لها وش. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ شكلها بجد رهيب، ريحتها تجنن. وطعمها بقى مش عاوزة اقول لكم طعمها قد ايه حلو. وحاجة كده يعني ايه زي ما بنقول حرشة وتفتح النفس من وقت للتاني. بقطعها بقى كده كأني بقطع مكرونة بشاميل زي ما احنا شايفين. تطلع بقى كده ايه، قطع حلوة جدا، طعمها بجد لذيذ وتغيير وحاجة يعني ان شاء الله هتعجبكم. ده كان شكلها النهائي، طعمها كان حلو قوي. اتمنى ان انتم تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم فيها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك والشير وسبسكرايب للقناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد واشعار بكل فيديو جديد من قناة اكلة ماما. واشوفكم فيديو جاي على خير.